السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل لكم ايه؟ هنعمله حلبة. هنعمله الحلبة المعقودة. هنقوله المقادير بتاعتها. المقادير بتاعتها سهلة، عبارة عن حلبة وسمسم حبايبي، وفي السوداني والزيت. الزيت بتاعها لازم يكون زيت نضيف وحلو. وهنعمله 4 كيلو عسل. وهنعمله ايه؟ هنعمله بالدقيق الاول. هنحط الزيت على النار، نحط حوالي كيلو الا ربع زيت على الكمية اللي احنا هنعملوها. كده الزيت بيقدح. هنعمله ايه؟ هنحطه الدقيق. هنحطه 6 معالق دقيق. ماشي، هعايرها معاك اهو، بس هناكل الدقيق. ادي 1 2 3 4 5 6 6 كوبايات، 6 معالق دقيق. ماشي يا حبايبي، انا بقدح الدقيق اهو. اول ما ريحه الدقيق تطلع هنبدا نحط ايه؟ هنحط حاجه تانية. نحط بعد كده ايه؟ بس يتشوح شويه كده زي ما انتوا شايفين حبايبي. السمسم لازم السمسمه الحمراء المتحمصه اهي. جايبين السمسم متحمص. نقدح نمشي معايا خطوه بخطوه. هنبدا نحط بعد الدقيق، هنبدا نحط السمسم. ماشي يا حبايبي. كده بقى احنا حطينا الدقيق وراه السمسم. وبعد كده هنحطه ايه؟ هنحطه السوداني حبايبي على ال4 كيلو عسل. ده حاجة براحتك بقى. ممكن تحطش نص كيلو، تحطش كيلو، تحطش كيلو الا ربع. احنا حطينا ايه؟ خير الامور الوسط. حطينا كيلو الا ربع. ماشي، بس بننضف بس كل الحلبة كل ما كان فيها زداني. وتفضلي كده وانت بتاكلي كده تقرقشي. يا سلام، أكلة جميلة مغذية ومفيدة ومدفية للشتاء، لفصل الشتاء. كل الناس تعملها في فصل الشتاء حبايبي. ماشي، يبقى احنا قلنا المقادير. معانا 4 كيلو عسل، هنحط عليهم ربع حلبة مطحونة. وهنحط السوداني حسب ما انت رغبتك، حسب امكانياتك. وربع سمسم. وازازة الا ربع كيلو الا ربع زيت نجيف، مش زيت التومين حبايبي. و4 معالق مغات. و6 معالق دقيق يا حبايبي. هحط السوداني معايا اهو. وايدك فيه، وايدك شغاله فيه. الحلبه دي بالذات اوعي ايدك تطلع من الحله. حمصي، متغمقيش حاجه. 4 معالق مغات. ماشي، هنحط 4 معالق مغات. الحلبة اهو قوامها اهو جميل اهو. السمسم والسوداني والمغات. وايدك ما تطلعش من الحل. ايدك حبيبتي ما تطلعش من الحل. هنبدأ بعد كده هننزل بقى بالعسل. ماشي حبايبي، نحط العسل. وايدك في الحلة، وايدك في الحلة. العسل اول ما يبدأ يقلب هبدأ احط ايه؟ الحلبة. هنزل بالحلبة. بس يغلي غلوة واحدة بس. تنسوش يا حبايبي كومنت حلو منكم. واللي ما اشتركش في القناة يخش يشترك، يوصلكم مننا كل جديد. ودي أكلة شتوية بحتة. أول ما يهل عليكي شهر 12 تجيبي الحاجات دي واعمليها. هي مكلفة شوية بس بتديكي نتيجة حلوة. والولاد كلهم بيحبوها، وأكلة مغذية. كفاية العسل الحديد اللي فيها، كل حاجة فيها مفيدة. السمسم والسوداني. ان شاء الله حبايبي بقى هنبداوا نجهزوا حاجات رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ومش عايزاكم
تكثفوا الحاجة بكترة، كل ما تلاقي حاجة مناسبة وتجيبيها عشان الحاجات ما تبقاش كتيرة عليكي وعالية قوي. ابدأي جيبي شوية طماطم، انا هبدأ معاكم واحدة واحدة. ابدأي جيبي شوية طماطم نصلصوها مع بعض. ابدأي جيبي فاصوليا، الحاجة الأكلة اللي انت بتحبيها وموجودة في السوق. ابدأي جيبي كيلو، مش لازم تروحي تجيبي 5-6 كيلو حبيبي عشان الفلوس ما تبقاش كتيرة عليكي. ابدأي كيلو كيلو، حتى على الأقل هيبقى خفيف عليكي في التنظيف وخفيف عليكي في التفريز. كيلو فاصوليا تشوفيه، كيلو سبانخ. يعني ابدأي مثلا انت النهارده تطبخي سبانخ، بتطبخي كيلو، جيبي 2 كيلو. كيلو هنطبخوه وكيلو نفرزوه. البسله غاليه معلش. ابدأي تجيبي مثلا بتطبخي كيلو، جيبي 2 كيلو حسب فلوسك وحسب امكانياتك. ونفرزوا كيسين كده نشيلوهم لرمضان. كيس بسله، كيس سبانخ، كيس قلقاس حبايبي. الخضار اللي موجود في السوق، كل ما تعملي طبخه جيبي معاكي، زودي معاكي كيلو نفرزوه رمضان. والطماطم نزلت اهي الحمد لله. ابدأي جيبي لك 5 كيلو طماطم طريه كده نصلصوها عشان رمضان تبقى عندك، عشان الطماطم بترفع في رمضان. الليمون غلا اهو. ابدأي كل ما تبقي في السوق خطفي نص في نص، وهقول لكم نشيلوه ازاي عشان ينفعك في رمضان. يلا حبايبي، كل عروسة وكل واحدة مقبلة على الجواز تخش على مطبخ زمان هتلاقوا مني كل جديد، وفي تجهيزات كتيرة قوي هبدأ اوريها لكم واعلمكم واحدة واحدة. طول ما معاكم ماما سهام مش هتتعبي ولا تحتاري ابدا. نبدأ نحط الحلبة. طول ما انت بتنزلي الحلبة افضلي لفي بالمعلقة، ما تطلعيش ايدك يا حبايبي. بكمل بقية كمية الحلبة اهو زي ما انتوا شايفين. حطيت كل كمية الحلبة اللي انا هحطها كويس كده. هفضل كده لحد ما ريحة الحلبة تخش وتتعمق في قلب العسل. فدي بتتخن معايا اهي الحمد لله. ماشي حبايبي الحلوين، قلت لكم في تكة بتودي الحلبة لحتة تانية خالص. عصرة ليمونة. حطي البتاع كده عشان انا ولا عايزة بذر ولا عايزة تفل. ماشي في المصفى كده. ماشي حبايبي اهو، ولا بذر ولا كده. ماشي اهي بدأت تقلب قلبة واحدة بس كده، وهنطفو عليها ان شاء الله. بس ندوب كل الليمون عشان ما يبقاش في حتة واحدة. وهنغرف الحلبة ان شاء الله وهوريها لكم المنظر النهائي للحلبة شكلها ايه. حبايبي نهاية الفيديو معانا. الحلبة زي ما انتم شايفين اهو، الكمية اتحطت في البرطمانات، عبيتها وقفلتها، وطبعا البرطمانات متعقمة. والطبق اهو جماله بالحباشة اهو، بالهنا والشفا اللي شايفنا، بالهنا والشفا اللي هياكلها. متنسونيش حبايبي بكومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.